الله الرحمن الرحيم. برحب بمشاهدينا الكرام ومتابعينا في كل مكان عبر الصفحة الشخصية لعصام المعلاوي وكل اللي بيشاهدونا، وبرحب بجماهير النادي الأهلي وكل جماهير الكرة المصرية اللي بيشاهدونا واللي بيتابعونا على الفيديوهات بعد لقاءات النادي الأهلي. انتهت مباراة النادي الأهلي وسيراميكا كليوباترا، وفوز النادي الأهلي وفوز جديد للنادي الأهلي في بطولة الدوري الممتاز، الفوز الثالث على التوالي للنادي الأهلي على فريق سيراميكا كليوباترا. طبعا النادي الاهلي خاض 3 لقاءات قبل مباراة الذهاب لنهائي دوري ابطال افريقيا امام الوداد المغربي. اول مباراة كانت امام فريق انبي البترولي وانتهت بفوز النادي الاهلي بهدفين مقابل لا شيء، ثم المباراة الثانية امام فريق طلائع الجيش وانتهت بفوز النادي الاهلي كالعادة بهدفين مقابل لا شيء، ثم المباراة الثالثة وهي اللي هنتكلم عليها في الفيديو اللي احنا هنتكلم عليه هي مباراة سيراميكا كليوباترا، وانتهت بفوز النادي الاهلي بهدف مقابل لا شيء. واحرز الهدف اللاعب حسين الشحات اللي كان غاب عن اللقاءين اللي قبل كده. يعني عايز اقول لك ان حسين الشحات كان غاب على اللقاءين اللي قبل كده، ومعظم اللعيبه اللي كانت بتلعب في مباراه سيراميكا كليوباترا النهارده في فريق النادي الاهلي كان معظمها ما لعبوش مباراه طلائع الجيش ولا مباراه فريق انبي. طبعا كان في ظل غياب اللاعب محمد عبد المنعم اللي لعب النهارده في التشكيله الاساسيه، ايضا حسين الشحات، ايضا بيرستاو، ايضا مروان عطيه، ايضا محمود عبد المنعم كهربا، واللاعب علي معلول. فالتشكيله بتاعت النهارده في مباراه سيراميكا كليوباترا هي كان غالبا هي 90% هي هتبقى نفس تشكيله مباراه ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا امام الوداد المغربي المقرر يوم 4/6 يوم الاحد القادم ان شاء الله، اللي نتمناه فوز ويكون فوز بنتيجه ايجابيه كبيره جدا للنادي الاهلي. والمباراه هتكون على استاد القاهره غالبا هتبقى في تمام الساعه 10 مساء. طبعا هنيجي نتكلم على مباراه سيراميكا كليوباترا. مباراه سيراميكا كليوباترا كان في حراسه المرمى اللاعب حارس المرمى مصطفى شوبير، في ظل طبعا اصابه علي لطفي الحارس البديل لمحمد الشناوي، وايضا اصابه محمد الشناوي اللي نتمنى لهم السلامه محمد الشناوي وعلي لطفي. في خط الدفاع كان بيلعب محمود متولي ومحمد عبد المنعم، وفي الشمال علي معلول، وفي اليمين محمد هاني، وفي وسط الملعب كان بيلعب اليو ديانج وعمرو السولية واللاعب مروان عطية. عمرو السولية بيلعب بديل لحمدي فتحي. أصيب وعنده شد في العضلة، وممكن يكون متواجد في قائمة فريق النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد، وممكن ما يكونش موجود. يعني ممكن تكون الإصابة مش هيكون سليم 100% أو جاهز، وهيكون البديل له هيكون 90% عمرو السولية. بيلعب طبعا قدام في اليمين بيلعب بيرستاو، وفي الشمال حسين الشحات، وفي الهجوم اللاعب محمود عبد المنعم كهربا في الهجوم. دي بنسبه 90% مارسيل كولر المدرب السويسري اللي هيبدا بيها مباراه الوداد المغربي في نهائي دوري ابطال افريقيا. طبعا اللعب النهارده للنادي الاهلي كان لعب كله عشوائي وميز باصات كتيره غلط، واستطاع النادي الاهلي ان هو يفوز بواحد مقابل لا شيء، وهو ده المطلوب في المباراه اللي قبل كده، ان انت قبل البطولات الثانيه او قبل بطوله افريقيا في النهائي ان انت تحصد ال3 نقاط، ودي اهم حاجه. انت اهم حاجه ان انت تجمع ال3 نقاط، وده المطلوب في المباراه. ممكن يكون المستوى مش اللي هو المطلوب منه من فريق النادي او لاعيبه النادي الاهلي، بس في الاول والاخر الحاجه الوحيده اللي انت كسبتها من المباراه هو الفوز بال3 نقاط، ورقم 2 سلامه اللاعبين بدون اصابات ان شاء الله، ان ما يكونش فيه اصابات، لان عندك مباراه نهائيه. فمعظم اللعيبه اللي كانت بتلعب دي هي اللعيبه الاساسيه، هي اللي هتبدا لقاء الوداد المغربي. فده يعني مارسيل كولر حب يلعب اللعيبه دي في مباراه سيراميكا كليوباترا استعدادا لمباراه الوداد المغربي. يعني حب يلعب معظم اللعيبه الاساسيه اللي هتلعب مباراه الوداد، عشان اللعيبه اللي غايبه بقى لها ماتشين 3 عن المباراه، فربما تكون جاهزه لمباراه الوداد المغربي ان شاء الله يوم الاحد القادم. فده كانت مباراه سيراميكا كليوباترا، وسيراميكا كليوباترا عنده 31 نقطه، فموقفه مش حلو في الدوري الممتاز. وايضا النادي الاهلي 62 نقطه فمتصدر الدوري. فربما ربما يكون في 5-6 مباريات للنادي الاهلي يفوز فيها ويحصل على بطوله الدوري الممتاز، وده هيريح النادي الاهلي وهيريح لعيبه كتيره، ويخلي اللعيبه اللي هي ما بتشاركش تشارك في بطوله الدوري. فده كانت مباراه سيراميكا كليوباترا. فعلا ناس كتيره بتتكلم تقول لك ان النادي الاهلي ما كانش هو ده المستوى. النادي الاهلي ده لو لعب قدام الوداد ده احنا هنتغلب، ده مش عارف ايه، ده النادي الاهلي ما لعبش امام سيراميكا كليوباترا وباصات كتيره غلط وفرص بتضيع. لا، النادي الاهلي عايز من مباراه سيراميكا كليوباترا في معظم اللعيبه خايفه على نفسها من الاصابات، وفي نفس الوقت في لعيبه
إن أنت في نفس الوقت من أقل حاجة إن أنت تفوز وتكسب ال3 نقط. فده المطلوب من أقل مستوى في الماتش ده إن أنا أفوز. في باصات كتيرة لمحمد عبد المنعم، أيضًا لحسين الشحات، للعيبة النادي الأهلي، لمحمود عبد المنعم كهربا الأخضر من كذا هدف. ماشي تمام، أنا معاك، بس كل الفكرة في ده كله إن النادي الأهلي مش عايز يكون في إصابات للعيبة، وفي نفس الوقت يكون النادي الأهلي حصل على ال3 نقاط بدون إصابات. يعني ال3 نقاط مطلوبين. رقم 1 اللي كان بيلعب عليها المدرب السويسري مارسيل كولر، إن دي التشكيلة الأساسية. رقم 1 إن أنت تاخد ال3 نقاط من المباراة. رقم 2 إن ما يكونش في إصابات للعيبة، وده اللي بنتمناها إن شاء الله. وإن شاء الله النادي الأهلي هيكون معاه التلات والاربع والخميس والجمعه والسبت والحد ان شاء الله هيكون المباراه الذهاب لنهائي دوري ابطال افريقيا على استاد القاهره. ونطلب طبعا من الامن ان يكون في الساعه الكامله لاستاد القاهره اللي يكون ممتلئ على اخره، وان شاء الله لان الجماهير هي دي رقم 1، وهي ديت اللي بتساند النادي الاهلي وبتساند معظم الفرق في البطولات الافريقيه والبطولات القاريه. ونتمنى ان شاء الله ان النادي الاهلي يكون يوم الاحد في قوه في كامل تركيزه، اللعيبه في كامل تركيزها، يكونوا محضرين كويس، هيكون معاهم اسبوع قبل احداث اللقاء، يكونوا مجهزين كويس للمباراه. المدير الفني مارسيل كولر يكون دارس المباراه كويس جدا، ويحاول يدير المباراه بشكل كبير جدا. وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يحقق نتيجه ايجابيه، ويستطيع ان هو ان شاء الله نفوز بنتيجه حلوه، عشان النتيجه ديت ربما لو فزنا ب3-0 او اكتر، يعني ربما فزنا ب3-0 او اكتر، النتيجه ديت هتساعدنا في مباراه العوده اللي هتكون يوم 11/6 في ملعب مركب الخامس في المغرب، وده هتبقى مباراه العوده. وان شاء الله نتمنى ان احنا نكون النادي الاهلي في كامل تركيزه، ونستطيع نفوز في القاهره هنا بنتيجه ايجابيه، وان شاء الله نروح مركب الخامس هناك ونفوز ببطوله افريقيا، ونحصل على البطوله ال11 ان شاء الله لبطوله النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله.